انت واقف مع شيخ كبير وجت بنت تسأل الشيخ ده سؤال، بس واضح يعني ان البنت دي جميلة شوية، فانت هل تجرؤ انك تبص للبنت دي؟ طب انت عملت كده والشيخ شافك وانت بتعمل كده، فبدأ الشيخ يقول جوه نفسه ايه ده؟ هو بيبص للبنت وهو واقف معايا؟ امال لما يبقى من ورايا بيعمل ايه؟ وازاي ممكن الشيخ هيرد عليك؟ ممكن يقول لك اتق الله وما تعملش كده تاني واوعى تعمل ده والمواقف اللي انت بتعمله ده غلط ويزعق فيك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حصل نفس الموقف ده معاه، واقف في حجة الوداع وواقف معاه سيدنا الفضل بن العباس، وتيجي بنت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال وواضح برضو ان البنت دي جميلة شوية، فيبص عليها سيدنا الفضل بن العباس ويقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده وش الفضل بن العباس ويقول له ما تبصش، ويرجع تاني سيدنا الفضل بن العباس يبص على البنت ويعمل له كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تبصش. تالت مرة بيعمل كده سيدنا الفضل بن العباس. انت متخيل ايه اللي جوه بيدور جوه سيدنا الفضل بن العباس؟ ايه اللي بيدور جواه في اللحظة دي؟ ازاي سيدنا الفضل واقف جنب النبي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيبص على واحدة؟ كان بيحمل جواه مشاعر كلها طمأنينة وحب، عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما هيهينه، مش هينهره، مش هيهزقه، مش هيخلي شكله وحش قدام الناس، مش هيقول له كلام يوجع قلبه. سيدنا الفضل بن العباس كان بيحمل جواه كل مشاعر الراحة والانبساط لأنه واقف جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والرسالة وصلت من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه عمل كده وجه الفضل بن العباس، فسيدنا الفضل عرف خلاص انه كده ما ينفعش تعمل كده تاني. وسيدنا النبي بيحتوي الشباب وبيستوعبهم وعارف طاقة الشباب وعارف ان سيدنا الفضل شاب واكيد عنده غريزة زيه زي كل الشباب ناحية البنات اللي حواليه، وكان هو ده احتواء النبي صلى الله عليه وسلم لشباب الصحابة اللي موجودين حواليه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم.